السلام عليكم. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم أعم السلام في أنحاء العالم يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم آمين يا رب العالمين. يا صباح الورد يا حبايب قلبي، صباح الخير على أحلى متابعين في الدنيا. بشكركم جدا على سؤالكم عليا وبصراحة أنا بشوف الكومنتات، أنا ببقى مبسوطة جدا جدا بيكم وحبكم ليا وسؤالكم عليا وعلى حسن. وبشكر الناس الجديدة اللي دخلت في القناة. بشكركم يا حبايب قلبي على كل كومنتاتكم الجميلة. طبعا انتوا عارفين الكومنتات الفيك اللي بتدخل دي لا تهز ليا شعر، يعني ما بتأثرش فيا أصلا. براحتهم بنقوم كده شايلينهم من رواق دماغنا. فحبايب قلبي النهارده بقى ايه عندنا؟ هنتكلم على مين؟ على المرعب، وهنتكلم على موناليزا. وطبعا يعني هناء يعني المفروض هي اتحرقت اصلا، اتحرقت يعني بقت مفقوسه وعارفه ان كل عمايلها فيك وكل المسلسلات اللي بتعملها يعني الناس بقت عارفاها من قبل ما تحصل اصلا. معروف ان الكنبه دي هنقعد عليها شهر. جبنا المرايه مره، جبنا السجاده مره، جبنا التابلو مره، جبنا مش عارف ايه مره، فمحروقه يعني. فاحنا فاهمين ايه لازم. زهقنا بقى يعني عايزين نشوف ايه. موضوع الانتريه عايزين الجديد. الجديد اكيد عند هناء يعني كله بقى عن الجواز وعريس فرنساوي وعريس جزائري والشغل اللي انتوا عارفينه ده. كل شغل فيك، والقناه بتاعتها بقت محروقه ومشاهداتها زي ما انتوا عارفين بتقل. بتقولك لا انا عارفه وحاطه رينج لنفسي بقسم على القنوات ومش عارفه ايه. طب ما هو يا ماما اللي هيجيلك في قناه واحده مثلا 20 ولا 30 ولا 40 ولا 100. انت بتقسميها على كذا قنوات، ما انت بتتعبي نفسك طول النهار وتفضلي تعملي على القناه دي وتعملي على القناه دي وتعملي على القناه دي. ليه التعب؟ ما تعملي على قناه واحده وكل المشاهدات الناس هتركز في حاجه واحده وتتفرج على حاجة والكميه اللي انت عايزاها تجيلك في قناه واحده. وتفضلي نفسك وتنضفي شقتك وتفوقي يبقى عندك وقت لنفسك، مش كل قناه وتصوير ووجع دماغ. انا مش عارفه الست دي بتفكر ازاي. هي بس عايزه تداري كسفتها ان هي عندها القناه المشاهدات طبعا واحده عندها 889 الف يعني المفروض على الاقل على الاقل خالص لما يقولها هيجيلك مثلا مشاهدات هيجيلك 200 الف مثلا. انما تيجي 15 و20 والكلام ده و3. طبعا ده معناها ان قناتك يا ماما واقعه وعقليها يعني الناس مش عبيطه. يعني معناها الناس زهقت والناس ابتدت تمل. فدلوقتي بقى نسيبنا من هناء لان ايه احنا عندنا بقى حاجات تانية اهم ننصح الناس بيها. لان هناء الناس ابتدت تمل من السيره بتاعتها حقيقي، وابتدت ناس ما شاء الله يجيله من عندها والله العظيم وحياه ربنا. بقوا ناس يجوا من عندها يشتكوا لي منها ويقولوا بنقارن بين كلامك وكلامها ونلاقي انت كلامك صح. الحمد لله والشكر لله يا رب ان احنا ما ولا بنلفق لحد تهم زي ما انتوا بتلفقوا، ولا احنا بنتبلى على الناس ونقول ده نطط قدام العربيه، ولا ان هي بيروحوا يتبلوا على الدولة، ولا الكلام الفارغ اللي هما بيعملوه، ولا احنا بندعي على الناس ولا بنتشمت في الناس ولا الكلام ده كله. فالحمد لله يا رب احنا عندنا مصداقية في اي حاجة بنقولها. وحتى لما غلطت في حكاية التايلاندية الحمد لله يا رب علاقتي بها كويسة جدا. وكانت يعني الموضوع كان يعني بيقول رب ضارة نافعة. يعني كانت كويسة لمصرية هي وولادها في تايلاند مش عارفه ايه لان اسم القناه بتاعها ما اعرف شويه. يعني بصراحه ربنا الغلطه دي جت مصلحه ليها. لحد امبارح في ناس بتسالني وتقول القناه اسمها ايه عشان يروحوا يتابعوها. فسبحان الله يعني احيانا بتبقى في غلطه بتيجي من وراها حاجات كتير حلوه. والحمد لله ناس بيسالوني القناه اسمها ايه بتاعت ست التايلانديه، بيروحوا يشتركوا عندها ويتفرجوا على قناتها وبتاع. معلش انا الايام دي يا جماعه مشغوله بالنسبه لمصريه في قاهريه في تايلاند. انا والله العظيم يا حبيبه قلبي معلش الايام دي انا مشغوله جدا وعندي حاجات كتير جدا. فانا يعني ان شاء الله بس ربنا كده يسهل لي الامور وافوق هتلاقيني مركزه مع كل القنوات اللي محتاجه. انا قناتي صغيره بس على قد ما اقدر هساعد. عايزه اقول لكم على قناه يا جماعه والله العظيم قبل ما انسى نفسي الناس تساعد الست دي جامد. الست دي قناه بتاعتها اسمها تقريبا ماما وسط الحلل والمعالق. هي اسمها غريب برضو لان هي ست يعني غلبانه كده والله العظيم فاتحه القناه بتاعتها بقالها سنين
والله العظيم يا جماعه شيف من الدرجه الاولى. هي بتشتغل في البيوت وكده، بس الست دي محترمه جدا، اسمها ست صبره. وانا كنت حاطط لها منتدى عندي، ومش عارفه بصراحه ربنا يعني. عايزه الناس تشترك عندها، الناس تساعدها لانها ست تستاهل المساعده. هي دلوقتي يعني ما قدرتش قادره تشتغل في البيوت وبتاع، ورجلها تعبانه وقاعده تقريبا في البيت دلوقتي. فيا ريت تساعدوها. عندها حاجات وبتعمل اكلات جميله قوي، ومن اكلات من حاجات بسيطه خالص تعمل اكله ممتازه شياكه، لان هي بتشتغل في فيلل وكانت بتشتغل عند ناس يعني مرموقين وكده. فكانت يعني بصراحه ربنا اكلات حاجات شيك كده يعني تشرف العزومات، وبتعمل افكار جميله قوي، غير ما هي بتحكي قصص وحكايات وبتاع وكده يعني. فيا ريت الناس تدخل تساعدها، تساعد الناس اللي محتاجه يا جماعه. ما تروحش تساعدوا هناء اللي هي اصلا دلوقتي مش محتاجه. مثلا صدفه وغيرها وغيرها، والناس اللي هي الكبيره. اتفرجوا، ما بقولكوش ما تتفرجوش، اتفرجوا كل حاجه واستمتعوا كل حاجه، بس في قنوات والله تستحق المساعده بجد يعني، عايزه عشان تعيش، مش عشان مش عايشه بقى مرفهه وبتزود. لا لا، هي غلبانه فعلا تستاهل ان هي حد يساعدها. دلوقتي بقى ايه، خلاص نسيبنا بقى من الكلام اللي احنا قلناه لكم دون. عايزين بقى نتكلم في ايه يا جماعه؟ انا جالي رساله، جالي رساله امبارح ان الرساله دي يا جماعه على المزرعه بتاعه المرعب. ماشي. انا طبعا ما بحبش اتدخل في الحاجات دي يعني، انا ما بسمع طبعا، انا شفته وبشاهد وبتابع وكل حاجه. بس امبارح جالي رساله، انا بس عايزه اقولها لكم. الرساله جات لي يا جماعه ان حد مقرب من العيله، حد من حاجه مؤكده، وحد من العيله، بدليل ان هو وصف لي ان الورث ده يا جماعه بتاع 17 نفر، 17 شخص يعني. الورث ده بتاع اللي هو بتاع تبع المزرعه، والمزرعه اللي هو فيها المرعب تقريبا ورث ل 17 شخص، مش واحد ولا اتنين، بيقول لك ل 17 شخص. وفعلا في قضايا في المحكمه بقالها 5 سنين. ماشي. والحاجات دي لا يعني مش بتاعه ابو هناء، مش بتاعه ابوها خالص، ولا بتاعه المرعب، ده حاجات لورثه تانيين خالص. وابو هناء كان كان راجل فقير جدا، وكان عايش في شقه ابوه في الدقي. الفقر مش عيب ولا يعيب حد خالص، كلنا فقراء الى الله وربنا الغني. فمش احنا ما بنتكلمش على فقر ولا غنى ولا غنى، ولا احنا قصدنا ان احنا نشوه حد. احنا لما بنتكلم ان الورث المفروض يا استاذ محمد يرجع لاصحابه. لان في قضيه في المحكمه بقالها 5 سنين، يعني الناس اللي هم اصحاب الحق دول محرومين من حاجتهم بقالهم 5 سنين. ماشي. وان هو ابو هناء كان قاعد في شقه الدقي بتاعت امه وابوه والعيله بتاعتهم كلهم، اللي هي النقه واخواتها، وكلهم العيله كلها كانت قاعده في شقه الدقي. شقه الدقي انت عارفين، ويوريتها لكم كل حاجه، هي دايما فاتحه نفسها وفاتحه العيله وفاتحه الدنيا كلها. فطبعا هم كانوا ناس على قدهم خالص، وكانوا قاعدين في شقه الدقي دي. والارض دي اللي عرفته ان هي فعلا مش بتاعه محمد، وهي بتاعه ورثه. فانا بتكلم بقول استاذ محمد اللي هو المرعب يعني، بقول يا استاذ يا ريت والله العظيم، الظلم ظلمات، ادي لكل واحد حقه قبل فوات الاوان. يعني الواحد لما ياكل حق حد يعني دي كارثه كبيره قوي، هتقابل بها ربنا ازاي؟ ادي لكل واحد حقه. انت كل واحد مش ضامن نفسه. لو البني ادم يعني ما شاء الله يعني، عايزين نقول لكم مثلا على مدام نقه مثلا، ما استحرمتش ان هي تطلع كاتيا الله يرحمها اللي هي الجزائريه، وماتت في البث، ما صورتها وهي بتحتضر، فما عندهاش حلال ولا حرام خالص يعني. فيا جماعه ما نتقي الله كده، ونشوف موقف حاجه زي اللي حصلت للبنت دي اللي هي توفت دي على البث. ما نتقي الله ونشوف كده، وكل واحد يتقي الله ويرجع الحق لصاحبه، احسن ما هيجي في وقت هنقول هنندم ندم وخلاص. الندم مش هيفيدنا بعد كده بحاجه.
فكر كده، فكر. عشان يعني اللي بيتربى بالحلال بتبقى حاجة تانية. البني آدم لما يربي ولاده بالحلال هتبقى حاجة تانية، هتفرق خالص معاك. انت دلوقتي شايف الدنيا مزهزاه حواليك، وده وده وده، متعرفش بعد سنين ايه اللي ممكن يحصل، متعرفش انت ممكن يحصل لك ايه من غضب ربنا. اتقي الله، ولو كل واحد ليه حق انت خد حقك. اكيد انت من يعني انا اعرف ان هي بتاعت عمهم الارض دي، بيقول لك اللي بعت لي ان الارض بتاعت يعني بتاعت لان أنا حتى كمان يا جماعه بتاعت المهندس ابو العلا، محمد ابو العلا، مش عارفه اسمه محمد ابو العلا. بس انا يا جماعه فعلا انا لما بحثت على اليوتيوب شفت برنامج تلفزيوني جه، كان المهندس ده اللي هو عمها، الراجل ده كان عايش في ألمانيا، وفعلا ان هو عمل حوار تلفزيوني مع المذيعة، وشفت فعلا نفس هي المزرعة، فعلا هي المزرعة اللي انا شفتها اللي كان قاعد فيها المهندس اللي هو صاحبها الاصلي، ومع المذيعة هي ما تغيرش فيها اي شيء. فمعنى كده ان الكلام حقيقي. فانا مش عارفة ازاي راضيين على نفسكم ان انتوا تاخدوا حاجة مش بتاعتكم. حرام، حرام قسما بالله. الواحد يعني انا القناة اللي انا فاتحاها ده يا جماعة والله العظيم 3، انا من يوم ما فتحتها بيني وبين نفسي مش حابة، لاني بضطر ان انا اقعد اتفرج على فيديوهات، واحيانا الفيديوهات الاقي فيها شتيمة وسب ودعة والشيط. يعني انا بحس ان انا نفسي بركب ذنب، يعني انا مش حابة الشيء ده. يعني انا بفكر بعد كده بجد ان انا اغير المحتوى ده، مش حباه لان بيخليني اتفرج. فما بالك بقى البني ادم اللي كان حق حد. يعني انا من ان انا بشاهد حد بيشتم او بيسب او بيدعي او بيعمل، فانا بحس من جوايا مش مستريحه نفسيا، اقسم بالله ما ببقى مستريحه نفسيا. ما بالك بقى اللي كان حق حد. ايه النصيبه دي؟ كارثه والله العظيم بمعنى الكلمه. يعني إيه، عايش ومستمتع وولادك ومراتك وعادي كده، ازاي وانت واكل حقوق الناس؟ على العموم في محكمة تفصل، وربنا يرجع الحق لاصحابه يا جماعة، ونرجع بقى نتحول على مين؟ هو برضو المرعب، بس المرعب بطريقة تانية. تخيلوا يا حبايب قلبي يا جمال يا تعمين انتوا، هدايا بيل وصلت المرعب. لا اله الا الله. هي بيل دي ما شاء الله يعني قاعدة كده تدي هدايا. ده حتى الهدايا بتاعتها والله العظيم وصلت المنصورة يا جماعة، قسما بالله وصلت المنصورة. حلوة. وبعدين هدايا ايه ما شاء الله اللي في المنصورة بقى. شفت كمان خضار، يعني امبارح كان ورد وتورته وحاجات، ولا كيك ولا كوخن ولا زي ما تيجي يعني. ورد وتورته باين ولا كيكه ولا معرفش ايه اللي وصلت امبارح المرعب. اللي في المنصوره كان خضار كمان، خضار بتنجان بقى وكوسه وحاجات. لا ده بيلي دي غريبه، هداياها غريبه جدا. ده غير بقى بيقول لك شقق بقى وحاجات دي، انا مش عارفه بصراحه ربنا يعني. بيل وما بيقول لك استاذ محمد العراقي بيقول لك انا سمعت صوتها ايه يعني. طب ما انا ممكن اي حد يكلمني في التليفون ويقول يعني مثلا انا بيل، انت كده اتاكدت خلاص ان هي بيل. يعني انت ما كلمتك استاذ محمد بالحق كده، طب ما انا ممكن انت تعرفها اصلا شخصيا، تعرف صوتها، متاكد من صوتها. يعني انت كنت تعرفها شخصيا وبعد كده راحت الامارات وبعدين كلمتك هناك فانت مميز صوتها، ولا هي واحده كلمتك او مثلا حد قال لك خد هي كلمتك على اساس تثبت لك تبقى شخص من يعني عشان هم عارفين استاذ محمد يعني استاذ برضو محترم، مش ما بنغلطش في حد. انه فهم عايزين بقى ياكدوا للناس من استاذ محمد تبقى العراقي تبقى هي مصداقيه يعني. فممكن اي حد يديك اي شخصيه وتكلمك وتقول لك انا بيل، يبقى خلاص احنا اتاكدنا خلاص؟ لا طبعا. بيل اللي انا اتوقعه يا جماعه شخصيه وتفضل معانا ما شاء الله فتره كبيره. طيب بيل لما هي حقيقيه كده وبتحب المرعب وبتحب عائلته، طب ما هي كانت مع اميمه في المنصوره، ليه ما راحتش زارته؟ ده فركه كعب يعني، الفيوم مش بعيده يعني ليه ما راحتش زارته لما هي بتعزه كده؟
كانت المفروض تروح تعمل له زياره عشان حتى يتاكد من الشخصيه دي حقيقيه ولا لا، ولا هي الشخصيه دي هتفضل بقى ايه شغاله مع هنا وهنا 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 والى ما لا نهايه. وبعدين الهدايا بتاعتها غريبه قوي يا جماعه، يعني اللي انا في الاخر كده، في الاخر اللي انا متوقعاه ان الشخصيه دي هتطلع بقى فرقعه بعد كده، وهيطلع راجل وهيطلع عريس بعد كده هو عاوز هناء. ده السيناريو الجديد اللي هم بيرسموه عشان بعد كده يطلعوا بقى ترند. فهمتوا يا جماعه؟ الهدايا اللي بتيجي بيجامات، حاجات غريبه، قمصان نوم، ورد، كيك، بتنجان وكوسه. في المنصوره والله العظيم ما تستغربوش، انا شفت فيديو كده بيل بعت سكر وزيت وكوسه وبتنجان وخضار. ما شاء الله يا شاء الله، والله العظيم 3 يا جماعه، ياما من هناء هتسمعوا العجب، هتسمعوا العجب وحياة ربنا. يلا، دي كانت الهدايا امبارح اللي جايه من بيل للمرعب. ما شاء الله جات له ورد طب اللي بيهدي يا جماعه يعني حاجات من الامارات، جايه من الامارات، يعني حاجه قيمه كده، قيمه. يعني هتعب نفسي علشان اجيب بوكيه ورد وبتاع، هو عشان عيان يعني؟ لما هو ما شاء الله قاعد زي الفل يعني، ومراته قاعده جنبه زي الفل وبتاع. المهم ربنا يهدي الجميع يا جماعه، والحقيقه كده تبان وتبان افتكاسات النقه، لان حواراتها كتيره قوي قوي قوي، وحاجه بقت صعبه قوي يعني. حبايب قلبي بقى، عايزين نتكلم في حاجه مهمه جدا. طبعا انا عايزه اتكلم، كنت عملت فيديو قبل كده يا جماعه وحصل والله ما رضيتش اكمله حتى، يعني هو جه على نصه حتى. الفيديو اللي فات ده كنت اتكلمت على ضني وست امونه وكده. هو طبعا انا فرحانه جدا جدا ان ضني صالح مع والدته. والله العظيم انا فرحانه فرحه الدنيا. شفت ست امونه، شفت وشها، شفت فرحتها، شفت كده لما ابنها راح لها، حس ان روحها ردت ليها، والله روحها ردت ليها. هي ست امونه ما كانتش مريضه، حتى لو كان مرضها كان عضوي بس كان مش زعل. انما صدقوني هي لما ابنها رجع لها مناعتها ترتفع، نفسيتها احسن، هتروق لوحدها من غير اي علاج. فانا بقول لضني ربنا يسعدك انت ووالدتك، وخليك انت وحيدها، انت دنيتها اصلا، انت دنيتها. يعني صعب عليا قوي لما الاستاذ ناجي الله يبارك له، راجل محترم قوي، بحترمه، راجل بصراحه محترم جدا، ان هو يتعامل مع مراته برقه كده، وبيتعامل مع مراته يا ست الكل، حتى مع المشاهدين بتوعه، المتابعين بتوعه. حضراتكم ايه الرقي ده، ايه الجمال ده، الله يبارك لك والله يا استاذ ناجي. والست امونه، الست الجدعه كده، ست بنت البلد، الست اللي هي ما بتخليش حد يتدخل في حياتها. حتى اما الناس كانت تيجي تغلط في ابنها ما تشجعهمش على الغلط، ما مش عايزه بقى ده قال ونرد وده قال ونرد، لا ده ابني، انا حاطه حدود. ابني ما حدش يدعي عليه، ابني ما حدش يشتمه، ابني لان هيزين انا مهما يحصل منه فهو في الاخر ابني، ما حدش يتكلم عليه كلمه، ما حدش يدعي عليه بعد الشر، مش هقبل، لان مصيره هيرجع له. فعلا رجع لامه، الحمد لله والشكر لله. ربنا يسعدك يا استاذ ناجي، يسعدك يا ست امونه، يسعدك يا ضني، لان انت لسه صغير، واي حد يقول لك نصيحه لفها كده في دماغك، لا خلات في دماغك كده وفكر، ما تاخدهاش لان انت لسه صغير برضو. احنا كلنا كنا صغيرين وفي سنك، وعارفين ان في سن بقى فيه عند شويه، في وقت كده بيبقى عند، او مش فاهم، او مش عارف يظبط الامور ازاي وبتاع. عايزه بقى اكلم المتابعين اللي هم شفت فيديو ياسمين، طبعا كانت بتعمل روتين عند والدتها وقاعده وبتوضب الاوضه بترص حاجتها. يا جماعه ارجوكم يا متابعين، من اي ناحيه حرام. اولا ضني ومراته لسه صغيرين وياما بيحصل تدخلكم. ياسمين عندها 25 وضني اكيد يعني قريب من سنها جدا. فانتم دلوقتي المتابعين داخلين قاعدين بيهاجموا ياسمين، بيهاجموا يقولوا لها ربنا ينتقم منك، ربنا يعمل فيك ويسوي فيكي، الهي ما تعرفي تخلفي ليه يا جماعه؟ ليه؟ ما ياما بيحصل، وقلنا لسه صغيره. والله العظيم حماتها بجدعنتها وطيبتها ديا انا واثقه ان هي تصلح الامور، لانها ست عقلانيه، ست طيبه. وبقول للست امونه
انت سعادة ابنك من سعادتك، صح؟ فسعادة ضني ان هو يبقى مع ياسمين وابنه. فانت حاولي تصلحي، ان ست عاقله وما شاء الله عليكي، حاولي ان انت مالكيش دعوه بحد تاني. يعني العيله حتى التانية واحده واحده العلاقات هتتصلح، بس صلحوا الاول علاقاتكم بياسمين، وياسمين تصلح علاقتها بيكم، ومحدش يتدخل بينهم من المتابعين. لان انتوا بصراحه في ناس بتدخل فعلا تبقى عايزه الصلح، وفي ناس بتحس ان هي عايزه تتفرج وعايزه الامور تشد بين الناس وبعضها، حقيقي والله فيه. فانا بقول لك يا ياسمين، حاولي ما تدخليش حد بينك وبين ضني وبين حماتك، وصلحي علاقتك بيهم. انت في ايدك، انت اللي تظبطي امورك، في ايدك انت اللي تعيشي سعيده ومستريحه، وما تدخليش حد في حياتك، ومحدش اصلا يقدر يقولك انت بتعملي ايه ولا بتسوي ايه. محدش يا جماعه يتدخل بينها وبين جوزها وبين حماتها، لان انتوا كده بتشعلوا الامور بينهم. دول لسه صغيرين، يعني احنا مش هنقول مثلا دول ناس كبار واربعينات وخمسينات وبتاع، لا، دول لسه صغيرين برضو، ما عندهمش خبره في الحياه. فلو حصل اي تاتش بينهم فمصيره هيتصلح، بس انتم بتزودوا الامور لدرجه ان ممكن يحصل انفصالات. حرام حرام. انا بقول لك يا ياسمين، حاولي ما ترديش على المتابعين دول خالص. حاولي دلوقتي ضني مع والدته، حاولي روقي نفسيتك، وحاولي برضو ارجعي لحماتك عشان ما تديش فرصه لاي مخلوق يتدخل بينكم. انا اتمنى ليكي يا حبيبه قلبي. ياسمين طيبه وهي في الاول ما كانش اصل المشكله يا جماعه، انتوا عارفين لما ولدت يعني، وهي صدفه اللي غلطت في مدام امونه، ويعني الغلط في الاول ما كانش من ياسمين، فمعلش تمثلوا لها العذر، يعني حد اتدخل وعمل مشاكل. فيا ريت معلش نحاول كده نصلح، ما نخربش بين الناس وبعضها، ما تخربوش بين ياسمين وضني. يا ريت ان انتوا تصلحوا، ما حدش يتدخل من المتابعين. قلتوا كلمه حلوه اهلا وسهلا، مش هتقولوا كلمه حلوه خلاها عندكم لنفسكم وما تقولوهاش الكلمه الوحشه. انما احنا مش هنفضل ان احنا مثلا نقعد نتدخل في حياه الناس، ان احنا نخرب بينهم، خصوصا لما يكون لسه شباب صغيرين مش عارفين الصح من الغلط. احنا بنوجه بس. في ايه؟ انا مش فاهمه. قاعدين يدعوا عليها في المتابعين. والله العظيم بقول لكم حماتها مش هترضى كده، لان دي مرات ابنها، ويوم ما وضن بقى اكيد بيحب مراته طبعا، فيوم ما مراته هتتضر هو هيزعل، فامه هتزعل عليه. لان انا واحده من الناس، انا عندي ولاد وعندي ولادي، يعني عندي 2 ولادي متجوزين، ربنا يا رب يسعدهم. فانا لما بلاقي مرات ابني زعلانه، او ما بلاقي مرات ابني تعبانه، والله العظيم 3 كانها بنتي، انا بزعل. ف يعني خلينا كده عاقلين، وخلينا كده ما نتدخلش في حياه حد، نتدخل في حياه الناس اللي هي عندها اثار الجدل. عشان ما انا عارفه يطلع يقول لي طب ما تخليكي في حالك وتتكلمي عن النقه. لا، النقه دي يا ماما عجوزه شمطاء يا ماما، واحده كبيره، ما هي الصغيره، ما هيش نغه لسه مستنيه ان احنا نديها نصيحه. المفروض هي كبيره، المفروض هي يكون عندها خبره في الحياه، هي تصلح من نفسها. معلش انا اتكلم انط عليها، لان هي اولياء مثيره للجدل. ست مثيره للجدل، لازم في كل حاجه تخليها مثال كده. فحبايب قلبي البرد مبهدلنا يا ولاد، البرد مبهدلنا، معرفش في ايه. عفوا. فمحدش من المتابعين يقول لك ايه روحي انصحي نفسك، بتتكلمي عنه قال لما بتنصحي مش عارف ايه بتخرق، هيقولوا لك كده. ما انا عارفه المتابعين بتوعها بيخشوا. انا واحده امبارح دخلت لي الهي تتضرب في لسانك انت، بتقول لي لا تتضرب في لسانك، من متابعين القلالات الادب اللي تبع النقه، طلع داخله بتشتمني بتقول لي كده. يا شيخه حسبي الله ونعم الوكيل فيكي. انت لو بتفهمي احنا عايزينها تبقى بني ادمه، عايزينها تبقى كويسه، عايزينها ما حدش يتكلم عليها، احنا بنقول لها صلحي من نفسك، ما بنقولهاش حاجه غلط. متابعين غريبين، ناس مغيبه، ناس مغيبه اعوذ بالله. فياسمين يا حبيبه قلبي انا بحبك قوي ودمك ظريف، بس مش عارفه مالك مكتئبه ليه كده. شيلي الاكتئاب ده، ما انت كنت الاول ظريفه وتضحكي وجميله كده، فوقي كده وروقي وروحي اتصالحي انت وجوزك، خليكوا حلوين مع بعض، خليكي مع حماتك كويسه، مالكيش اي دعوه بحد، دوري على عيلتك وعلى ابنك وعلى جوزك وبس. كل الناس دلوقتي بتدور على مصلحتها وبس، والله العظيم
ما تزعليش جوزك ولا حماتك عشان خاطر حد اصلا. ماشي. واكيد انت اهلك مش هيتمنوا لك حاجه وحشه، اكيد اهلك عمرهم ما يتمنوا لك حاجه وحشه ابدا. يعني هيتمنوا لك ان انت تعيشي سعيده، ان انت تعيشي مبسوطه. عمرهم ما يتمنوا بخراب بيوت، انا واثقه من كده. طبعا مفيش حد يتمنى لبنته او ابنه ان هو يتخرب بيته او ان هو يعيش حياه تعيسه او الكلام ده. انا واثقه من الكلام ده. فانا بقول لك يا حبيبه قلبي يا ياسمين، ظبطي كده واقعدي فكري بينك وبين نفسك. ما تسمعيش كلام المتابعين اللي عايزيني وبيدعوا عليك وبيضايقوكي دول، ما تسمعيش كلامهم خالص. هم عايزين يعيشوكي في حاله نفسيه. ضني يا ريت ضني كده يعني حاول يصلح الامور. الست امونه العقله الجميله دي تحاول تصلح الامور برضو. يعني ده عقل ما شاء الله عليه، ست كده ب100 راجل، بحبها موت والله العظيم، بحبها موت. يعني هي بتطلع تتكلم وما بتعملش حاجه يعني كتير ولا حاجه، بس محبوبه من لسانها. شفت اما الناس تكون لسانها حلو، محبوبه، انا بحبها. ست عسل كده، وضني زي العسل والله العظيم بحبه. وياسمين جميله، يا رب يسعدكم وما يدخلش حد بينكم يا رب، والامور ترجع لمجاريها كده، والدنيا تبقى جميله معاكم ان شاء الله. ورزقك يا رب يعوض عليك يا ياسمين ان شاء الله يا حبيبه قلبي. طبعا انا لحد كده لا لسه يا جماعه. طبعا المثيره للجدل موناليزا. سكر يا موناليزا. انا بقول لك انت السكر. هي عايزه توصل لكم يا جماعه حاجه بس بالذكاء، ذكاء الموناليزا. هو ايه؟ قالت يا جماعه تربيه ابونا لينا ان ابونا كان بيربينا تربيه وسط، ولا بيضرب. يعني خير الامور الوسط، ولا بيعمل كده ولا بيعمل كده. يعني كان راجل وسطي ومش متشدد قوي ولا سايب قوي والكلام ده كله. والراجل كان حنين على اولاده، وكان زي ما انتم سمعتوا الفيديو بتاع الموناليزا. المهم الموناليزا اللي هي عايزه توصلكم يا جماعه ان انا ان صوابعكم مش زي بعضها. ماشي. يعني احيانا انت بتعمل مجهود جبار مع ابن او بنت واعوذ بالله يطلع فاسد. وفي برضو ممكن ما تعملش اي حاجه وانت راجل فاسد او ست فاسده مثلا، وابنك يطلع عالم. ما بيقول لك يخلق من ظهر العالم فاسد ويخلق من ظهر الفاسد عالم. يعني مش شرط. بس التربيه مهمه برضو، خدوا بالكم التربيه مهمه، مش هنضحك على بعض. بس هي معنى الكلام اللي بين السطور كالعاده ان هي بتقول لكم ان انا هو قدامكم. ماشي. هي يعني موناليزا يعني قدامكم بتعمل حاجه غلط، بتطلع في قناتها بتعمل حاجه غلط، بتصير الجدل، بتعمل حاجات شاذه في قناتها. لا بالعكس، ده ما شاء الله عليك يا موناليزا، انت بقيت عسوله خالص ما شاء الله، وشك كده نور. والله العظيم وشها نور يا جماعه. طبعا الحاله النفسيه الله يكون في عونها، يعني ما كانت مثلا محتاجه وحالتها النفسيه تعبانه من الحوجه برضو والدنيا ضيقه والحاله الاقتصاديه في العالم كله صعبه. فاكيد يعني الست بتتاثر وبيبان على وشها وبيبان على حياتها عامه. فهي طبعا دلوقتي ما شاء الله يعني القناه برضو ابتدت تساعدها، ابتدت ما تتحوجش لحد حتى لو حاجات بسيطه، بس راضيه ومبسوطه وما بتحاولش تثير الجدل وتعمل حاجه شاذه في قناتها علشان تدخل متابعين او تدخل مشاهدات بطريقه غلط. لا، بتعمل الصح. ما شاء الله وشك نور، ما شاء الله عليك، ربنا يحرسك يا رب. وسكر وبقيتي جميله كده وزي العسل، بحبك. ماشي. عايزاكي ان شاء الله كده ايه، وفيديوهاتها بسيطه وصغيره خالص ومدتها قليله، بس بتدي معلومه صح يا جماعه. بتقول لكم صوابعكم مش زي بعضها، والاخوات مش زي بعضها. في اخ بيبقى فاسد واخوه عالم، والعكس صحيح. فاهمين؟ افهموا بقى، متهيألي انتوا كده تفهموا. شفتوا موناليزا عسل ازاي؟ سماح ما شاء الله، مش هنقول حرام يعني، برضو متدينه وبتطلع يعني بتدي حاجات معلومات جميله وقناتها حلوه وكل حاجه. بس فيها حاجات برضو مش عجباني، يعني معلش الحاجات دي انا اتكلم فيها في فيديو تاني. في حاجات في سماح رغم ان هي كويسه حرام ما نقدرش نقول عليها ان هي زي هناء خالص، لا طبعا. دي حاجه ودي حاجه تانية خالص في حق ربنا عشان ما نبقاش بنظلم. بس في حاجات وممكن تكون غصب عنها، فانا اعمل لها فيديو مخصوص لسماح
ماشي. فيا جماعه صوابعكم مش زي بعضها، صوابعنا مش زي بعضها. يخلق من العالم فاسد، يخلق من الفاسد عالم. افهموا الموناليزا. خلاص كده. المعلومه بتاعتك وصلت لنا يا سوسو. يا ايه اقول لك ايه، هندلع اكتر من كده. منى الجوكاندا الموناليزا، ادلعك اقول لك ايه مش عارفه. حبيبه قلبي، معلومتك اللي انت قصدها وصل لنا. وان شاء الله انت سكر وقناتك حلوه، واستمري، واوعي حد يضحك عليك وتصير الجدل زي ايه. ها خلاص كده. الوقت حبايب قلبي كده النهارده ده حاجه، كل حاجه عندنا النهارده. واقول لكم ايه، استنوني في فيديو انا بس، يا ريت تستنوني بقى وتشدوا حيلكم معانا كده، ما تخلوش الوحشين يشمتوا فينا. الله، انتوا كده مزعليني بصراحه ربنا. عايزاكم تشدوا معانا في القناه شويه يا جماعه. هصور لكم ان شاء الله، لو النهارده عندي وقت هصور لكم المحلات اللي هي السكند هاند، او الملابس سكند هاند برضو. يعني هعمل لكم فيديوهات كده من المحلات دي، ايه رايكم؟ يلا، واقول لكم ايه، بحبكم في الله. تشوز.